ازيكم يا احلى دايتوبرز في الدنيا. هحكي لكم النهارده على موقف دايما بنقع فيه كده واحنا ماشيين في مشوار الدايت بتاعنا. بنلاقي مثلا كده لما نيجي نروح البيت، فممكن تلاقي مثلا زوجتك او مامتك في البيت. ممكن كل يوم ده انت اصلا مش بتعمل فيه دايت ولا حاجه، بس تلاقيهم في البيت مش عاملين اكل. تلاقيه يقول لك كل اي حاجه، عندك حته جبنه قريش كلها، اي حاجه كلها. فتلاقي ان انت متضايق، يعني طب انا مش عامل دايت ولا اي حاجه، ماشي ما علينا. تيجي بقى في اليوم اللي انت بقى خلاص قررت فيه انك هتعمل الدايت وتلتزم وارادتك قويه وكل حاجه، تروح تلاقي في البيت عاملين اكل محمر ومشمر. طب في ايه يا جماعه؟ لا اصل خالك جاي من البلد وما ينفعش ما نعملش اكل والكلام ده. طب ما جاش ليه قبل كده؟ طيب اشمعنى جاي في اليوم ده؟ طيب الفكره يعني اللي انا عايز اوصله لكم ان احنا كده كده مشوار الدايت ده احنا عايزين نغير اسلوب حياتنا. طول حياتنا اكيد المواقف دي هنقابلها كتير. ما الناس اللي معاك في البيت مش ذنبهم حاجه ان هم لازم يعملوا اكل اللي انت عايزه، لازم يعملوا دايت زيك. هم مش عايزين يعملوا دايت، انت اللي لازم تعمل دايت، انت اللي لازم تمشي على نمط صحي شويه. هو طبعا حاجه كويسه لو كله مشينا باسلوب صحي، بس انت مش تفرض حاجه على حد. فاحنا لازم نتكيف على الوضع. بمعنى انت ممكن يعني اللي احنا ممكن نعمله ناكل مثلا، اكيد في سلطات، ناكل سلطات خضراء كتير. حتى اللحوم ممكن برضه ناكل من اللحوم. اي حاجه موجوده حتى على السفره تبقى موجوده، كل منها، بس حاجات بسيطه. يعني اللي يقدر يمشي مع النظام الصحي بتاعك اللي انت عامله. بس فناخد الموضوع يا جماعه ببساطه ونتعامل معاه زي ما قلنا قبل كده بذكاء.